السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام في قناة سامح نيوز. في هذا الفيديو سنستعرض لكم هل استقال وليد معاذ من رئاسة النادي الأهلي السعودي أم لم يستقيل. ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أثار وليد معاذ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي جدلا واسعا خلال الساعات الماضية على خلفية أنباء تقدمه باستقالته من رئاسة النادي الأهلي السعودي. وتداول نشطاء صورة الحساب الشخصي لوليد معاذ عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي شهدت إخفاء عبارة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي من السيرة التقديمية. وتم التعليق على هذا الأمر بأن وليد معاذ تقدم باستقالته اعتراضا على دور وزارة الرياضة في دعم النادي. من جانبه أكد الإعلامي الرياضي سالم آل كليب أن كل ما تم تداوله بشأن استقالة مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي غير صحيح. وكانت وزارة الرياضة قد كلفت وليد معاذ برئاسة النادي الأهلي السعودي بعد استقالة مجلس إدارة ماجد النفيعي في بداية الموسم الرياضي الجاري على خلفية هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، والنتائج المتذبذبة للفريق مع انطلاق الموسم.